الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. بين يدي كتاب من تأليف الكاتب الكردي الشاب الصديق العزيز ريبر هابون. هذا الكتاب بعنوان الحب وجود والوجود معرفة، حسب التصدير الموجود على الغلاف، وهو يعني والتصنيف والتجنيس والفكر. ريبر هابون من الكتاب الكرد الغزيرين والشباب اللي طاقة الكتابة لديهم متنوعة. بيكتب شعر، بيكتب قراءات نقدية، و لديه أيضا كتابات قصصية، و بالإضافة إلى ذلك اتجه نحو الكتابات ذات الطابع والمنحى الفكري. هذا الكتاب من 357 صفحة من القطع المتوسط، صدر في أغسطس الماضي، أغسطس 2021 عن دار لوتس للنشر الحر في القاهرة. التقيت بالصديق ريبر في زيارتي الأخيرة، والتقينا في ديسلدورف. هو يقيم في ألمانيا منذ 2015 في مدينة ديسلدورف الألمانية. التقيت فيه وأحداني الكتاب، يعني وأشكره على الإهداء، وأشكره على يعني هذا المنجز وهذا الجهد الثقافي الموجود بين دفتي هذا الكتاب. إجمالا، يعني بحكم متابعتي لشغل الصديق ريبر، هو كما ذكرت هو يعني كتير فاعل على صفحات التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، ومجتهد بيكتب في يعني مناحي، كما ذكرت، في مستويات ومناحي متنوعة. يحاول أن يقدم شيئا، يحاول أن يكون هذا الشيء له خصوصية. هو في البداية هو كاتب شاب، هو من مواليد 1987 مدينة منبج، يعني من أكراد مدينة منبج. هذا الكاتب الشاب الغزير يعني اتجه بشكل باكر للدراسات ذات المنحى الفكري المعرفي، وهو لديه مشروع في هذا الخصوص. يحاول يعني أن يستقطب أو يتواصل مع كل الكتاب الكرد على وجه التحديد، الذين يتمتعون بالحس النقدي والحس المعرفي وتحريك الأسئلة وإنتاج الأفكار في هذا الخصوص. ويعني قدم لنا في هذا الكتاب مجموعة من يعني المادة التي تتضمنها أو يتضمنها هذا الكتاب، هي مجموعة من الدراسات والبحوث ومقالات الرأي تحت هذا العنوان العريض اللي ذو منحى فكري ونفسي ووجودي وثقافي. الحب كعاطفة، يعني هي ممكن أن نقول أنه هي المطارحة الفكرية اللي ما أفصح عنه أرسطو منذ يعني 2000 وشوي، يعني سنة. يعني أنا أفكر إذا أنا موجود، يعني ويعني الربط ما بين الوجود بالحب، يعني مع وجود الحب الوجود ككل يحضر، مع غياب الحب لا وجود للوجود، هنالك عدم.
الحب يعني كمشاعر نفسية وجود داخل الوجود، داخل هذا، لكن هذا الحب، هذا الوجود أيضا لديه حضور معرفي، لا يبقى يعني عاطفيا صرفا، أيضا له علاقة بالوجدان، بالضمير، بالتراكم المعرفي، بالعقل، بالمنطق. إذا الحب وجود والوجود معرفة. تحت هذا العنوان، تحت هذا المنشأ، تحت هذا الهدف الاستراتيجي الرافع الاستراتيجية، تندرج كل المقالات والدراسات والبحوث في هذا الكتاب. هي الفكرة الرئيسية والاستراتيجية يعني الثيمة اللي اشتغل عليها ريبر في هذه الدراسات، واستندها على الواقع الشرق أوسطي، ويعني انحاز للواقع الكردي وركز على الواقع الكردي، لكن الخلاصات والأفكار التي توصل إليها في هذا الكتاب ممكن يعني أن نسقطها على مجمل الواقع الشرق الأوسطي، لأن الواقع الشرق الأوسطي سواء الكردي أو العربي أو التركي أو الفارسي أو التكوينات والهوية أو السرياني أو الأرمني، كل هذه التكوينات، هذه التنويعات الثقافية، الهوياتية، الأهلية، القومية، الإثنية، الدينية، العرقية، كل هذه التنويعات تشترك في الكثير من الآلام وفي الكثير من الأسئلة، منها ما هو متعلق بأسئلة الوجود، أسئلة الهوية، والصراعات التي تنمي وتغذي الكراهية والفرقة بين هذه التنويعات. الكتاب مهم ويتناول ويعني مرجع للكثير من الأمور التي يمكن أن يأخذ بها أي باحث أو كاتب أو يعود إليها أي دارس. هذا الكتاب لا يمكن تلخيصه يعني في ربع ساعة أو 10 دقائق أو هيك شيء، لكن سأحاول أن يعني ولو بعجالة أن أستعرض المحاور الرئيسية في هذا الكتاب. الكتاب قدم يعني قدمت له الكاتبة الأردنية رولا حسينات، هي التي قدمت، وهي أيضا قاصة وكاتبة وتكتب في الدراسات النقدية. هي التي قدمت لهذا الكتاب. يستهل ريبر هابون كتابه بتمهيد يحاول أن يعطي في هذا التمهيد الفكرة والأسباب ومجموعة الأسباب التي دفعته إلى هذا التأليف، إلى هذا المنحى، أو إلى مجموعة الدراسات والبحوث الموجودة في هذا الكتاب. المحور الأول العقل المعرفي الشرق أوسطي في مواجهة أو وكاتب بمواجهة القمع. هذا المحور يتناول فيه واقع الشرق أوسطي بشكل عام، ويتحدث عن دور الإعلام المهيمن، وأيضا يتحدث عن واقع التنظيمات السياسية الكردية الكردستانية. بالتوازي مع ذلك يتناول الربيع العربي ونظرته إلى الربيع العربي. كمان ينتقد صعود الميكافيليين الذرائعيين الجدد في هذا المحور. أيضا يتناول يعني جذور الصراعات العرقية والطائفية. هذا محور يعني الأول اللي بيستهل به الكتاب. يأتي إلى المحور الثاني، الإرادة الديمقراطية في مواجهة القمع. الأول يعني العقل المعرفي الشرق الأوسطي في مواجهة القمع. الآن يعني الإرادة المعرفية في مواجهة القمع. يتناول فيها ثنائية الأنا والآخر، يعني طبعا دائما بالاستناد إلى الواقع الشرق الأوسطي، نظرة فلسفية إلى حول التنازع. أيضا ضمن هذه الكتابة الأدبية كنوع يعني أو كأسلوب كوسيلة للمواجهة،
مواضيع ومحاور مهمة في هذا الحيز من الكتاب. ويعني هالمحور طويل شوي، يعني تقريبا أخذ بحدود 40 صفحة من الكتاب، اللي كما ذكرت هو 357 صفحة. بعدين يأتي إلى محور آخر، الإرادة المعرفية في مواجهة الإسلام السياسي. هون يتناول محور الإسلام السياسي، النشأة، كيف نشأ التطرف، ويعني آليات وأدوات مواجهة هذا التطرف. هذا المحور في مجمله يتناول هذه الحيثية المهمة: الإسلام السياسي الطاغي في هذه الفترة، واللي كان له يعني انعكاسات على الواقع الشرق أوسطي، وحتى الواقع الأوروبي والعالمي والدولي. ومعروف هذه التفاصيل، يعني دور الإسلام السياسي في مصر، في الجزائر، في سوريا في السبعينات والثمانينات، وفي الفترة الأخيرة وموجات الربيع العربي، وكيف أن الإسلام السياسي امتطى الحركات الجماهيرية والانتفاضات والثورات بهدف الوصول إلى السلطة، وليس يعني إحداث تغيير بنيوي جوهري نهضوي ثوري في المجتمعات الشرق أوسطية. بعدين يأتي إلى محور البناء المعرفي ومستقبل الوجود. هذا أيضا محور هام. العولمة المعرفية أيضا يتناول فيها مدى ومستويات الاستفادة من المعرفة، من العولمة، واستخدام أدوات وتطورات التي شهدها العالم في هذه المرحلة، وما جعل العالم قرية صغيرة. كيف يمكن للمعرفيين أو لمنتجي المعرفة أن يعولموا القيم المعرفية بأدوات العولمة. محور آخر: المشروع المعرفي والتشوه الثقافي. في المحور أيضا هنالك حديث عن يعني نفس تقريبا محور المواجهة، يعني مواجهة الاستبداد، القمع. هنالك القمع والاستبداد خلق نوعا من التشوهات الثقافية. القوى المعرفية أو المعرفيين أو منتجي المعرفة والأفكار المعرفية، كيف يعني بإمكانهم يعني أن يواجهوا هذا التشوه الثقافي والاجتماعي والسياسي في المنطقة عبر الأفكار اللي بيطرحوها والنتاجات اللي يقدموها للعالم ولمجتمعاتهم. المعرفة حقيقة في ظل الوجود أيضا، وهذا محور أو مقال ضمن هذا المعرفة عقيدة الوجود الواحد. أيضا في هذه العناوين فيما يتعلق بالوجود، وسأتي على الفكرة يعني في خاتمة الكتاب، هنالك شيء من التقاطعات. هون أيضا المعرفيون بمواجهة الخوف في غرب كردستان، يتناول الواقع الكردي السوري على وجه الخصوص، ويعني الأعباء والمشاكل التي يواجهها الكتاب والمثقفون والفنانون والمبدعون أصحاب مشاريع معرفية، وحالة التصادم سواء مع المجتمع، سواء الموانع أو ما يعرقل الحركة المعرفية والأفكار المعرفية في غرب الكردستان، في المناطق الكردية السورية. أيضا هذا الفصل أو المحور أخذ حيزا يعني مهما من الكتاب، فيه شيء من التفصيل بهذا الخصوص. هنالك أيضا محاور أخرى مهمة، لأن نرى كيف أن هذا المحور أخذ حيزا لا بأس به. المعرفيون في كردستان الشمالية، الآن يأتي إلى كردستان تركيا. أيضا هذا المحور هام، وفيه توسع
فيما يتعلق بالإلمام ورصد الواقع الكردي في تركيا. المجتمع والإرهاب التركي يتناول سياسات الدولة التركية، إحياء المجتمع ككل والمجتمع الكردي بشكل خاص. أيضا نقد القوموية التركية، الواقع القومي أو السلوك القومي أو السياسات أو الثقافة، الأفكار القومية، المشاريع القوموية التركية. أيضا بالتوازي مع ذلك الإعلام التركي ومستويات التشويه التي يمارسها في حق المجتمع والإنسان والأفكار. جدلية الصراع لإثبات الهوية، الصراع التركي لفرض الهوية التركية والتشريك، والصراع الكردي لإثبات الهوية الكردية وممانعة السياسات والمشاريع القومية التركية المفروضة على الواقع الكردي في كردستان الشمالي أو في كردستان تركيا. المعرفيون وإشكالية الحرية، هذا أيضا محور مهم. المعرفيون والأحزاب الشمولية، الأحزاب الشمولية ليس فقط يعني الأحزاب الموجودة في الأنظمة التي اقتسمت الجغرافيا البشرية والطبيعية الكردية، يعني في تركيا، في سوريا، في العراق، وفي إيران. الشموليون في هذه الأنظمة أنتجت هذه الشموليات أحزابا شمولية في الواقع الكردي أيضا يعني. فهذا أيضا كان مثار نقد أو إشارة إلى هذا الخصوص في هذا المحور. المعرفيون وإشكالية المقدس الديني، المقدس القومي، المقدس السياسي، ويعني مستويات المقدس. المعرفيون والقائد الرمز، وهذا أيضا يعني في سياق المقدس أيضا يمكن تصنيفه. معاناة طبعا هو دائما يحاول أن يركز على الواقع الكردي. معاناة الكتاب والمبدعين والأدباء الكرد فيما يتعلق نقد ومواجهة مفهوم القائد الرمز، مفهوم القائد الأوحد، القائد الأبدي، القائد الأزلي. هون كمان هذا المحور موجود يعني بما يشبه تلخيص مقال رأي. المعرفيون والمجتمع، المعرفيون والمؤسسات، تجمع المعرفيين لصون الوجود. شو كمان في المحاور؟ حرية الفكر المعرفي بمواجهة التجهيل الممنهج. أيضا حول الشرق الأوسط وسبل الحل. هون أيضا يعني يتحدث عن مشاكل الشرق الأوسطية والأفكار اللي بيطرحها يعني في هذه السن المبكرة. بيحاول يطرح أفكاره الخاصة أو رؤاه الخاصة ما يتعلق يعني الحلول التي يراها مناسبة لقضايا الشرق الأوسط. سبل معرفية لمناهضة العنصرية، الاغتراب والشمولية. هذا أيضا بحث يعني شوي يعني واضح أنه متعوب عليه لجهة المصادر والمراجع واللي استند عليها. والمحور في الخاتمة أيضا يختتم يعني مجموعة هذه الدراسات والمقالات الرأي والبحوث اللي أنا في تقديري يعني أصنفها على أنها تنتمي إلى الدراسات الثقافية ذات المنحى الفكري. هو اجتهد في هذا الخصوص، تعب، هنالك جهد وتعب واضح في هذا الكتاب لجهة تجميع المادة وتوثيقها وترتيبها وحتى تأخذ هذا الشكل النهائي. هنالك جهد واضح في تأليف هذا الكتاب. هون في الخاتمة أيضا يعني يلخص الأفكار الأخيرة اللي يعني توصل إلى حصيلة هذه الأفكار
في تقريبا يعني في صفحتين، يعطي قارئه خلاصة ما يعني مجمل هذه البحوث والدراسات، الأفكار الرئيسية لخصها في الخاتمة. طبعا نحن أيضا يعني من الصعوبة جدا بمكان أنه أن ألخص، أن أنجح في تلخيص هذا الجهد الكبير والهام في هذه العجل. فقط أردت الإشارة إلى أهمية هذا الجهد، وأكيد هنالك مشاكل سواء ما يتعلق بعدم الاتفاق مع الأفكار أو مع منهجية البحث أو مع هذه أمور تفصيلية يعني لا يمكن أن نعرضها في الفيديو مقتضب أو كذا. لكن المهم جدا أنه هذا الكتاب يعني يحظى بنسبة عالية من المقروئية والمتابعة والقراءة والنقد أيضا، ومع الأخذ في الحسبان أنه شاب في مقتبل العمر، يعني في الثلاثينات من عمره، في مطلع العقد الرابع من عمره، يأخذ هذا المنحى في الكتابة، الدراسات الثقافية ذات المنحى الفكري المعرفي. هذا المسعى الثقافي بحد ذاته يعني مهم جدا، و يعني هو مثار تقدير وليس بالأمر الهين تناول هكذا مواضيع وهكذا مسائل وسط يعني الكثيرين من الكتاب الشباب الكرد اللي يعني يتجهون للشعر للرواية. هو أخذ هذا، طبعا هو اتجه، هو يكتب الشعر يعني سابقا وحاليا، له نتاجات وأصدارات شعرية وإصدارات قيدا للنشر أيضا، وأيضا شخص فاعل يعني فيما يتعلق بالبصريات. له قناة على اليوتيوب ونشط إلى حد، وليست لديه يعني من الأشخاص اللي ما عندهم هالعقد والمشاكل، يعني بإمكان يعني ما عنده هالمشكلة في التواصل مع كتاب وأدباء يعني ربما تكون بينهم خلافات أو خصومة أو قطيعة. ما عنده، هو بمعزل عن المشاكل البينية ما بين الكتاب والأدباء، ويحاول أن يتواصل مع الجميع. يجتهد في كتاباته الشعرية والأدبية والثقافية، ويعني ينطبق عليه القول الدارج أنه من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله الأجر. دائما الاجتهاد محل احترام وتقدير، سواء يعني كان المجتهد صاحب مشروع شفهي أو صاحب مشروع تحريري يثمر كتبا ودواوين وروايات ومجموعات قصصية وفعل ثقافي مكتوب ومحرر وفي متناول الناس. في هذه العجالة حاولت أن أقدم للقارئ ولو نبذة مقتضبة جدا 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 عن هذا الكتاب، على أمل أن أكون يعني وفقت في تقديم هذا الموجز. هو بكل تأكيد يعني ليس عرضا شاملا لمضمون هذا الكتاب، إنما عرض للمحاور الرئيسية والأفكار الرئيسية اللي في هذا الكتاب، حتى كتاب آخر ووقفة أخرى. ألقاكم على خير.